اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كله سمارت. الناس كتير قوي كانت بتسمع كلمة دارك ويب وبتقعد تسمع عن ايه هو الدارك ويب. طب ايه اللي بيتباع جوه الدارك ويب؟ طب انا ممكن اخش الدارك ويب؟ اي حد كده يعرف يخش الدارك ويب؟ في حلقة النهاردة هنتكلم على كل حاجة ليها علاقة بالدارك ويب، وايه اشهر ناس قدرت تعمل ماركت بليسز جوه الدارك ويب. خلينا في الاول نعرف شويه حاجات كده، شويه كلمات ومصطلحات هنستخدمها على مدار الحلقه. الحاجات دي كنا شرحناها قبل كده، بس خلينا برضو ان احنا نعيدها عشان الناس كلها تبقى فاكراها. اول حاجه، حاجه اسمها اي بي ادرس. اي حد بيخش على الانترنت بيبقى ليه عنوان على الانترنت ده اللي هو اسمه اي بي ادرس. اي كمبيوتر بيطلع على الانترنت، لو انت حتى شفته في كل الافلام، لما يجي حد يخش يقول لك انا هجيب العنوان بتاعه بس انا عارف المكان بتاعه فين. بيعرفوه منين؟ لان انت لما بتيجي تطلع على الانترنت بتاخد حاجه اسمها اي بي ادرس، وده اللي انت بتبتدي تتعامل بيه على الانترنت بره. فبسهوله جدا انا ممكن اعرف العنوان او الاي بي ادرس اللي طلع من الكمبيوتر ده الرقم الفلاني، فده مكانه فين؟ مكانه في الحته الفلانيه. فبنقدر الناس تقدر توصل في الحاله دي عن طريق الاي بي ادرس للمكان ده. دي اول حاجه. تاني حاجه، كلمه كتيره برضو بنسمعها قوي، حاجه اسمها في بي ان. يقول لك ايه ده انت عايز تستخدم؟ اول ما نزل الشات جي بي تي في مصر ما كانش شغال في مصر، يعني كان شغال بره، فالناس تقول لك انا هخش بالفي بي ان عشان خاطر اعرف استخدم شات جي بي تي. ناس تانية في افلام وفي حاجات كتيره جدا يقول لك انا هستخدم بس الفي بي ان عشان هو ما يعرفش مكاني. ايه الفي بي ان ده؟ ده اختصار كلمه فيرتشوال برايفت نتورك. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه كده، انا عندي عنوان على الانترنت اللي هو الاي بي ادرس بتاعي. انا بطلع من عنوان تاني خالص، بخش على حاجه اسمها في بي ان فيرتشوال، حاجه مش حقيقيه. هي بتبين، فانا بطلع من الاي بي بتاعي على الاي بي اللي هو في الفيرتشوال ده. ممكن يبقى في بلد تانية، ممكن يبقى في مكان تاني، ممكن اي حاجه. في سيستمز كتيره جدا وسوفت ويرز كتير جدا بتعمل الحكايه دي، فبتطلعني اكني جاي من البلد التانية او اكني جاي من المكان التاني. ففي الحاله دي اي حد بيتراك الاي بي ادرس ده او بيحاول يدور ورا الاي بي ادرس ده، هو هيشوفك جاي منين. هيشوفك جاي من فرنسا، هيشوفك جاي من اسكندريه وانت قاعد في القاهره. فهي الموضوع في الاخر زي اكنك كده ايه، غيرت عنوانك ظاهريا للناس. في لير تانية اسمها ايه، ان انت بتعمل مالتيبل في انز. يعني انا بطلع على نتورك من فرنسا، وفرنسا تطلعني على واحده تانية مثلا سي في المانيا، واطلع بعد كده على الانترنت. ففي الحاله دي انا بحاول ان انا اخبي نفسي واخبي عنواني بحيث ان ما حدش يقدر يتراك الراجل صاحب الحكايه دي فين. ودي كانت بدايه فكره الدارك ويب. طيب، عشان برضو يبقى انت فاهم، الانترنت اللي احنا كلنا بنستخدمه كل يوم وبتقعد تسيرش على جوجل وتخش على ويب سايتس وبتدور وبتعمل وكده، دي حاجه اسمها ايه؟ اسمها السيرفيس ويب، او الشريحه اللي فوق بس من الانترنت في العالم. لو انت عندك جبل، قسم الجبل 3 شرايح. الشريحه اللي فوق خالص اللي هي الاول اعلى حته، ودي لا تتعدى 5 ل 10% من الانترنت اللي موجود في العالم كله. ده الحاجات اللي جوجل او اي سيرش انجن او اي حاجه لما تيجي تكتب تدور كده بيعرف يوصل لها بسهوله جدا، وبيعرف يجيب منها بيانات، فانت بتعرف تدور عليها. تاني حاجه اسمها ايه؟ اسمها ديب ويب. ده ايه؟ ده حسابك في البنك. السايتات اللي الجوجل والسيرش انجنز دول كلهم ما بيعرفوش يروحوا يعملوا حاجه اسمها ايه، يعملوا حاجه اسمها اندكسنج جواه، ما يعرفش ان هو يدور جواه، فعشان كده اسمها ديب ويب. طبعا بقى بتبقى مثلا جهات امنيه، سيطات حساباتك في البنك، معلومات عملاء، معلومات حاجات ما يقدرش اي حد يخش عليها غير بحاجات بطرق معينه. وده ما يقدرش اي جوجل ولا اي انجن يقدر يدور عليه. يعني انت لو دخلت على جوجل كتبت رقم حسابك في البنك، هو مش هيطلع لك حاجه. ليه؟ لان الحاجات دي كلها مستخبيه من حته ان هي تتعملها اندكس. طيب، فالديب ويب ده في بقى جزء صغير تحت خالص كده اسمه ايه؟ اسمه الدارك ويب. الدارك ويب ده عباره عن ايه؟ مكان، سايت عادي خالص او مكان عادي خالص بيتباع فيه كل حاجه بالمنظور اللي احنا بنقول عليه غلط. بقى فيه بقى مخدرات، بيتباع فيه سلاح، بيتباع فيه باسوردز، بيتباع فيه حاجات كتير جدا، وهنبتدي نتكلم عليهم حاجه حاجه. طب ايه شكل الدارك ويب ده؟ يعني ده لما اخش عليه كده هلاقي ايه؟ لان انا بشوف بقى افلام كتير مطلعك الدارك ويب الراجل قاعد وقافل عليه النور ومضلم الشاشه عشان هو داخل على حاجه اسمها دارك ويب. لا، عادي خالص. ده ماركت بليس عادي زي امازون وزي الحاجات دي كلها، وبيبقى فيه ويب سايتس جواه وبتقدر تدور وبتطلع اللي انت عايزه. تاني، ازاي بقى اروح للحته دي؟ ازاي اقدر اعمل الحته دي؟ وايه اللي ابتدى اصلا الموضوع؟ اللي ابتدى الفكره كانت من فتره طويله، ابتدت تتشهر بحاجه اسمها سيلك رود. ويب سايت كده اتعمل جوه الدارك ويب عشان تقدر توصل له
كنت لازم تعمل كذا حاجه. خليني اول اقول لك ازاي تقدر توصل للدارك ويب ده. الدارك ويب ده، طبعا عايز اوصل للدارك ويب هعمل ايه؟ عندك كذا حاجه لازم تعملها. اول حاجه البراوزر اللي احنا بنستخدمه ده، اللي هو زي بقى كروم، سفاري، فايرفوكس، اي حاجه انت بتستخدمها عندك على التليفون او على الكمبيوتر، ما ينفعش انت تستخدمها. ليه؟ لان دي بتقدر ان الحاجات دي كلها بتقدر ليها حاجه اسمها تريسبل. يعني ايه؟ يعني اي حد يقدر يدور عليها. ليك اي بي معين، ليك كوكيز معينه، حاجات معينه، تقدر اي حد يتراك ده خالد في الاخر، ده الكمبيوتر ده 1 2 3 4. فالشرط الاساسي عشان تقدر تخش على الدارك ويب ان انت تبقى حاجه اسمها انونيمس، حد غير معروف، حد مجهول، حد متخفي. ليه؟ لان زي ما بقول لك هو كل العمليات اللي بتتعمل جوه هي كلها عمليات غلط، فهو ما حدش عايز يتمسك. لا البياع عايز يتمسك اللي هو الفندر اللي بيبيع، ولا اللي داخل يشتري بيتعامل بقى مع تجار سلاح، تجار مخدرات، بيتعامل عايز يشتري هاكرز معينين يعملوا له حاجات معينه، عايز ياخد كورسات ليها علاقه بالهاكينج، ليها علاقه باي حاجه. كل الحاجات دي هو مش عايز يبقى معروف، مش عايز يبقى طالع باسم خالد، ومش عايز يخلي الموضوع سهل. عشان كده بيتعامل بحاجات معينه. تولز دي بتقدر ان هي تخبي خالد خالص. بتتعامل بطريقه اسمها ايه؟ حاجه اسمها اونيون. انت اي ويب سايت بتخش عليه بتكتب حاجه دوت كوم او حاجه دوت نت، والبلاد كل بلد بتحطه في حرفين في اخر الويب سايت ده، مثلا زي مصر هنا اي جي، الامارات اي اي، فبتبقى حاجه دوت كده. هي دي حاجه اسمها حاجه دوت اونيون. يعني ايه حاجه دوت اونيون او كلمه اونيون نفسها؟ ليه؟ لان انت الاونيون فيها لايرز كتير، كذا لاير للسكيورتي. فهو نفس الحكايه. الدارك ويب هي الناس كلها خايفه ان اي حد يعرف اي حد جوه، هو جوه ما ينفعش حد يعرف التاني. ليه؟ لان هي خطر على الناس كلها، اللي هيتمسك والفندر والناس كلها. فبيقول لك لا، انت هتخش بطرق معينه، الطرق دي ما ينفعش ان حد يتراكت. يعني ايه ما ينفعش حد يتراكت؟ ان هو بيطلعك بنفس الفكره اللي انا كنت بشرحها كده في بي ان. بيطلعك عن طريق كذا اي بي ادرس، بيطلعك من بلد لبلد لبلد لبلد، ويبتدي يراوتك على طرق مختلفه، بحيث ان اللي يحاول يرجع تاني يتراك مين اللي دخل هنا ما يعرفش. ليه؟ لان انا مدخلك من بلد لبلد، لاي بي لاي بي لاي بي، فبحركك كتير قوي. النقطه التانية ان مفيش اي حاجه بتترمي عندي على الكمبيوتر خالص، ولا بقى كوكيز، ولا اي معلومه من الكمبيوتر بتاعي حد اصلا يقدر يوصل لها. ففي الحاله دي لا هم عارفين يتراكوا الكمبيوتر بتاعي، ولا عارفين يتراكوا الاي بي، فبيبقى الموضوع صعب جدا ان حد يعرف مين اللي داخل ده. طيب ايه اشهر حاجات حصلت جوه الدارك ويب؟ او ايه اشهر ممكن نقول سايتين حصلوا جوه الدارك ويب؟ اول واحد كان اسمه سيلك رود سوري. ودي كانت حاجه في البدايه خالص، وكانت الغلطه اللي هو عاملها ان هو كان لسه ما فيش الكريبتو كرنسي او العملات المشفره. فقال لك اللي عايز يجي يشتري حاجه يجي، وكان حاطط حاجات معينه، كانت معظمها كانت حاجات ليها علاقه بالمخدرات، والتعامل بالايه؟ بالكريدت كارد. فانت بتخش تروح حاطط تدفع طريقه كذا، هبعت لك البتاع على البيت. فطبعا هنا كان الموضوع سهل جدا. ليه؟ لان انا هتراك اللي اشترى بالكريدت كارد. فالموضوع في 2013 اتقفل. ودي كانت اول محاوله لويب سايت. وعايز اقول لكم الويب سايت ده كان حجم الترانزاكشنز اللي عليه كانت وصلت عاليه جدا، كان بيزوروا اكتر من 100,000 واحد في اليوم. فالحجم بتاعه كان كبير، بس ان انت تعرف تتراك الموضوع كان سهل، ما كانش حاجه صعبه. طلع بعد كده التطور بتاعه حاجه اسمها ايه؟ الفا باي. اخترعوا كده راجل اسمه ايه؟ الفا 02. طبعا الفا 02 ده النيك نيم. الراجل ده عمل ايه؟ ابتدى يتعلم كل الغلطات اللي اتعملت قبل كده في سيلك رود، ان انا هتفاداها. انا هامن نفسي بكل الطرق. واحد، مفيش حاجه اسمها تعاملات بالكارت. ليه؟ لان الكارت ده في الاخر البنك بيسجل الترانزاكشن، فهيبقى عارف مين اللي بيشتري ومين اللي بيبيع. لا، انا هعمل كل المعاملات دي بايه؟ بالعملات المشفره. فكل الناس اللي بتشتري بتبيع عن طريق عملات مشفره. كان اشهرها وقتها البيتكوين والايثيريوم. دول اكتر حاجتين الناس كانت بتتعامل بيهم. وهو عمل لونش للفكره دي فين؟ في 2014 شهر 7. ابتدى بيها بحاجه معينه، والناس كلها ما ينفعش تشتري غير بيها. وابتدى يحط شروط تأمينية لكل الناس، للراجل اللي بيبيع وللراجل اللي بيشتري. وعشان يصعب الموضوع اكتر على الناس قال لك بصوا، الكريبتو ده او العملة المشفرة اللي جايه لي، رغم ان هي صعب ان انت تتراك مين رايح فين، هو بقى بيعمل عملية تانية. هو بقى كشركة بتاخد الفلوس عنده، يدخل كل الكريبتو كارنسيز دي في بعض، ويبتدي هو يطلع بعد كده انواع تانية من الكريبتو كارنسيز للفندر لما البضاعه توصل. يعني هو كمان بيأكد ان البضاعه وصلت ولا لا، وبياخد منها نسبه من 2 ل 4%.
وابتدى هنا يعمل ايه؟ ابتدى يكبر حجم البيزنس بتاعه جدا. ليه؟ لان الناس ابتدت في الدارك ويب ابتدى يثق ان المعاملات هنا مؤمنه. انا بدفع بالكريبتو، بستلم بكريبتو، وكمان الخلاط اللي هو بيدخل فيه الفلوس ويطلعها من الناحيه التانية بقى صعب جدا ان انت تتراكه. مع الصعوبه اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الدارك ويب ان انت اصلا تعرف توصل للدارك ويب، ابتدى الموضوع يتضخم. ابتدى يتضخم ان هو يوصل لاكتر من 200 و300 الف يوزر في اليوم الواحد. وابتدت كل الشركات الصغيره تتقفل. عشان انت برضو تتخيل الفا بي ده عامل ازاي، هو عامل زي امازون، بنفس مواصفات امازون. زي امازون بالظبط، انت بتخش بس نوع البضاعه اللي عليه غير نوع البضاعه اللي في امازون. البضاعه اللي عليه بقى سلاح، انا داخل عايز سلاح، انا عايز مخدرات، عايز حد يعمل لي هاك على حد، فبدور على حد يعمل لي هاك على حد، عايز واحد اساسن قتله، عايز مش عارف ايه. كل حاجه غلط ممكن تتخيلها في حياتك كانت موجوده جوه. وابتدى السايت ده يكبر، وابتدت كل الجهات الدوليه تحاول ان هي تعرف تقبض عليه، بس مفيش اي حاجه بتقدر لا تراكه ولا تتراك حتى الناس اللي هي بتشتري منه. فابتدى يحصل ايه؟ ابتدت يدوروا على بعض النقط. وجه في سنه 2017 الست دول، عشان تبقى عارف برضو الحجم اللي كان وصل له وقتها من الرعب ان هم مش قادرين يوقفوه عليه. وحاجه تانية كان هو عاملها برضو جامده قوي في الفا باي ده، ان هو ما كانش بيحط المنتجات الروسي. وكلام كل الناس ابتدت تحقق وتعرف عشان سببين. اكتشفوا ان هم ما حطش منتجات روسي لسببين. اول حاجه ان هو يشكك كل بلاد العالم ان روسيا هي اللي عامله الفا باي، وان المخابرات السيبرانيه او الجهات السيبرانيه في روسيا هي اللي عامله الفا باي ده، لان هم من اقوى الناس اللي موجوده في العالم في الحته دي. فيشككوا من ما هو ممكن تبقى روسيا اللي عاملاه، ما هو بيتباع فيه حاجات كتيره جدا. دي اول حاجه. تاني حاجة ان هو مش عايز يعادي اصلا روسيا، لان هو عارف ان الاجهزة بتاعت روسيا في الحتة بتاعت الانترنت والسايبر اتاكس والحتة دي قوية جدا، فهو مش عايز يخش في خناق معاهم. فبقى لا بيبيع حاجتهم ولا ليه دعوة بيهم، فمنها تمويه ومنها يتقي شر الروس في الحتة دي. ففضلت الموضوع بيحاولوا امريكا وست دول بيحاولوا يوصلوا مين عامل الالفا باي ده، مين الفا 02. ومن كتر ما الموضوع كبر معاه ابتدى يجيب ناس تشتغل معاه ادمنستريشن، وابتدى يجيب ناس هي اللي تعامل في حته الدليفري ومين وصل فين والخلاط اللي بيتعمل، وان هو كل شويه يامن الموضوع. وفضل كده لحد سنه 2017. جينا بقى في 2017 غلطه بسيطه جدا كانت اتعملت، عشان برضو كان كل الناس تقول لك الجريمه في الاخر في حاجه صغيره جدا هتوقعك. يعني واحد قاعد من 2014 لحد 2017 3 سنين بيعمل ترانزاكشنز بالملايين، كل الجهات بتدور عليه، 6 دول بتحاول توصل له مش عارفه، لحد ما وصلوا واحد جاله ايميل من امريكا، جاله ايميل ومحطوط تحت فيه ويلكم تو الفا باي، ومحطوط تحت ميل @hotmail.com. فهو ما فهمش. انا اول حاجه انا داخل على السايت ده بقالي 5-6 اشهر، اشمعنى يجي لي دلوقتي الميل ومحطوط لي صراحه كده @hotmail.com؟ فابتدوا يعني يدوروا، فابتدى يدور ورا الميل ده، ابتدوا ان يلاقوا ان هو شخص كندي مواليد 91، وابتدوا يقولوا له صور عاديه خالص موجوده في حتت كتير. طبعا لحد دلوقتي ماشي، يعني ايه المشكله؟ وحد بيعمل مقلب في حد فبعت لنا احنا الميل ده، وده الدي ايه بتاعت امريكا يعني مكافحه المخدرات، فبرضه ماشي. بس لاتس نشوف الراجل ده فين. ابتدوا يدوروا وراه حته حته، ابتدوا يلاقوا له بروفايل على لينكدين، ابتدوا يلاقوا له حاجات كتير جدا، وابتدوا يلاقوا ان هو بيعمل حاجات ليها علاقه بالسايبر سيكيورتي. فابتدوا يشوفوا الراجل ده فين، فلقوه قاعد في بلد في اسيا، في شرق اسيا، ولقوا ان هو عنده فلوس كتير جدا ومتجوز وعربيات وقصور. فابتدوا يقولوا طب ما ممكن يبقى هو، تعالى نقرب شويه. فابتدوا يقربوا اكتر، وابتدوا يراقبوا الراجل ده اكتر ويشوفوا. هم في الحاله دي مش عايزين يقبضوا على ديل صغيره ولا حاجه صغيره، هم عايزين يقبضوا على الراجل نفسه، وعشان يقبضوا عليه لازم يقبضوا عليه وهو فاتح الكمبيوتر وداخل على الفا باي. لان غير كده عادي واحد بعت لكم مقلب فيا، ما انا ماليش دعوه، فلوسي دي عامل بيزنس، عندي شركه، كان عندي شركه ديفلوبمنت وعندي كذا حاجه، فيقدر ان هو يهرب منها بسهوله جدا، مش تبقى فارقه معاه يعني. وبعدين هو كان مش كبير، يعني مواليد 91 واحنا بنتكلم في 2017، فهو في الاخر يعني سنه 25 سنه ولا 26 سنه، الواد صغير يعني.
ففضلوا قاعدين مراقبينه لحد لما عملوا في حركه معينه، والحركه دي متسجله فيديو، وامريكا زعتها دي اذاعها في لما اتقبض عليه زعها بالصوت والصوره. عملوا فيه ايه؟ خلوا واحده ست استنوا لحد لما مرات الراجل ده مشيت، وقالوا هو في الغالب لما مراته تمشي هي دي الفرصه اللي هو يقدر يفتح فيها الفابي ويشتغل بقى شغله اللي هو مداريه على الناس كلها. جابوا واحده ست كبيره راحت داخله في الباب بتاع بيته، كسراله الفيلا اللي هو عايش فيها الباب نفسه. فطبعا رياكشن طبيعي بتاع اي حد قاعد لوحده ومطمن قاعد في بلد في شرق اسيا مش فارقه معايا ماشي، راح نازل بسرعه يشوف مين اللي دخلت عنده البيت ومعاه موبايله. الغلطه اللي عملها هنا ان هو ما قفلش الكمبيوتر بتاعه، راح نازل جري يفتح. اللي سايق العربيه من المخابرات الامريكيه كل الناس كانت واقفه مستنياه ومصورينه بالكاميرا، قبضوا عليه ومسكوا تليفونه، ومن هنا عرفوا راحوا فتحوا ده بقى الكمبيوتر بتاعه مفتوح، لان هو كان عنده على تليفونه منزل سوفت وير معين يقدر يدوس دوسه واحده يقفل على كل حاجه، بحيث ان هو لو في خطر يقدر يدوس. بس هو حتى ما لحقش يعمل كده. انا بقول لكم 6 دول مع امريكا بيحاولوا يجيبوا واحد بس، شخص واحد. قبضوا عليه وفعلا اثبتوا ان هم عرفوا يقفلوا الويب سايت. ولما اتقفل الويب سايت قبل الاعلان طبعا كل بقى الناس الفندرز اللي محطوطين وكل الناس اللي حاطه بضاعه افتكرت ان الموضوع ده راح يتسرق فلوسنا وهرب بيها ومش عارف ايه، لحد لما امريكا اعلنت رسمي على ان هي اللي قفلت الفابي، واعلنت رسمي على ان هي ورا القبض عليه. وعايز اقول لكم ان هو بعد ما اتقبض عليه، هو شخص كندي اتقبض عليه، مات في السجن بعدها باسبوع، لقوه مشنوق او يعني هو انتحر. طبعا هو اتقال ان هو انتحر، يعني ما حدش يعرف ايه اللي حصل، بس هو اتقال ان هو انتحر في اقل من اسبوع او حوالي اسبوع. وهي كانت نهايه اكبر واحد عمل سايت او عمل حاجه شبه امازون جوه الدارك ويب. من 2017 لحد دلوقتي في سايتات كتير جدا، في افكار كتير جدا اتعملت، وفي ناس كتيره جدا ابتدت تحط منتجات اكتر بكتير من مجرد تجاره سلاح ومخدرات وهاكرز وكده. في ناس كتير متخيله ان اول ما اخش هناك الاقي هاكر طالع لي يقبض عليا ويحط لي، لا، انت ممكن تشتري اي حاجه. في ناس بتبيع باسوردز بتاعه شركات، فانت ممكن تخش يقول لك لسته الباسوردز دي بتاعه الشركه الفلانيه اهي. في ناس حاطه كود معين تستخدمه تو هاك اكونتس مثلا على هوت ميل وعلى جيميل وعلى ما اعرفش ايه، وبتبيعها بفلوس. في حاجات ب 10 دولار و5 دولار ودولار. فهي في الاخر شبه كده امازون، بس دخوله زي ما بقول لكم ليه طرق وحسابات معينه عشان تقدر تامن نفسك وانت داخل جوه. بعد كل القصص اللي احنا حكيناها دي، في ناس هتبقى حاسه طب ما ده لذيذ، ده اخش اعمل شوبينج والاقي حاجات رخيصه ومش عارف ايه وبتاع. الدارك ويب اول حاجه هو ممنوع من اي دوله في العالم، ودخوله اصلا ده ضد القانون، واي حد بيخش بيتحصل له مساءله قانونيه. ومش معنى فكره انه احنا زي ما انا بقول في الحلقه مأمنين وعاملين وقافلين عليه الاي بي وهنطلع عن طريق الاونيون راوتينج والحاجات دي كلها ان الحاجات دي سهله وان هي حاجه بسيطه، ده انا هخش كده اكتبها واعدي. لا خالص. المكان ده زي كده بالظبط ما تخش، ما يقول لك هتخش عش الدبابير. مهما كنت بتحاول تأمن نفسك فهو مكان خطر، مكان فيه كل اللي جواه عبارة عن تجار سلاح، تجار مخدرات، هاكرز بكل أشكالهم، ناس قتالين قتلة. مهما كنت بتحاول تأمن نفسك كشخص، هو مازال مكان ما ينفعش تخشه، وما ينفعش ان انت تحط نفسك في الحتة دي معاهم. في ناس بتروح له، في ناس طبعا بتروح له، في مشاكل كتيرة بتحصل من وراه، في كوارث بتحصل من وراه. لان لو حد عرف هويتك باي غلطه صغيره منك، لو انت شخص عادي كده انا داخل العب شويه فهنزل كام تول وهعمل معرفش ايه واخش، انت ممكن جوه فعلا يا اما يتعمل لك هاكينج، يا اما يتاخد كل الكمبيوترات بتاعتك، يا اما تخش تحاول تعمل ديل مع واحد اكنك بتهزر، والحته دي ما فيهاش هزار. ف الدارك ويب انا بشرحه لك عشان تبقى فاهم العالم الاخر بيحصل فيه ايه، بس مش معناها ان انت تجرب تروح العالم الاخر، لان بجد دخوله وانت مش واعي قوي او مدرك خطورته انت ممكن ما تعرفش تطلع منه تاني. ودي كانت القصة بتاعت الدارك ويب، واشوفكم في الحلقة الجاية من كله سمارت.